تساقط الشعر واحدة من الأعراض الجانبية للعلاج الكيماوي، لكن في بشرى سارة: بمجرد ما بتنتهي فترة العلاج الشعر بيرجع لنموه من أول وجديد. وخليني أفهمك الموضوع أكتر. ببساطة العلاج الكيماوي بيستهدف أي خلايا بتتكاثر بسرعة، والمعلوماتك مش الخلايا السرطانية هي اللي بتتكاثر بس بسرعة، خلايا الشعر كمان بتتكاثر بسرعة، وده اللي بيخلي الشعراية تنمو تاني بعد سقوطها. لكن الكيماوي ما بيقدرش يفرق بين الخلايا السرطانية والخلايا السليمة سريعة التكاثر، فللأسف بيستهدف الاثنين، وده بيؤدي ان مريض السرطان بيفقد شعره. بس ما تقلقش، ده بيكون بشكل مؤقت، وخلايا جسمك السليمة بترجع تشتغل تاني بشكل طبيعي بعد ما بتخلص فترة العلاج ان شاء الله. وده بيودينا لسؤال مهم جدا: هو ما فيش بديل للعلاج الكيماوي؟ الحقيقة في طبعا، زي العلاج الموجه والعلاج الإشعاعي، وده موضوع الفيديو اللي جاي، فتأكد انك متابعنا عشان تعرف الإجابة بنفسك.